اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. يا صباح الجمال على احلى واجمل اخوات في الدنيا، حبايب قلبي الحلوين. النهارده بقى يا حبايبي انا رايحه البنوت الحلوه انقل معاها الفرش في شقتها الجديده، لانها ايه نقلت من شقه لشقه، فانا قلت اساعدها. وان شاء الله ركبت ورحت لها وسافرت لها. لقيت بقى جوزها حبيبه قلبي مرصص كل حاجه في الكراتين كده، الازاز والحاجات، حاطط كل بين حاجة وحاجة كده، الإزاز حاطه في كراتين وحاطط بينه وبين بعضه فوط كده وحاجات، هتشوفوا معانا الفيديو كامل. إن شاء الله. مش هنطول عليكم الفيديو، هنختصر بس حاجات بسيطة علشان إيه ما يطولش عليكم. هتشوفوا بقى رصة الإزاز، اللي عايزة ترص إزازها، اللي عايزة تنقل، اللي عايزة تعمل حاجة ترص إزاي الإزاز بتاعها في كراتين، من غير ما يتكسر، من غير ما أي حاجة خالص تتكسر، لأن انتوا عارفين كل حاجة بقت غالية، ونار نار نار في الغلا ده يا حبايبي يا حلوين. بصوا يا حبايبي، كل بين حاجة بين رصة إزاز وإزاز حاجة إيه زي كده، فوطة، بطانية، دفاية، حاجات من دي بين الحاجات وبعضيها، تحفظها وما تتكسرش، تنقلي من أي مكان لمكان حاجة بتاعتك ما تتكسرش، وتبقى زي الفل معاكي كده وما يتكسرش، لأن كل حاجة انتوا عارفين بتتكلف، والناس مش قادرة تشتري حاجة في الزمن اللي احنا فيه ده. الحمد لله والشكر لك يا رب. كده هنقول لكم بقى نقلنا في الشقة بتاعتها الجديدة، عشان دي الشقة القديمة، لسه هنودي الحاجات هناك في الشقة الجديدة، لسه برص الحاجات، وهتشوفوا معايا الفيديو كامل من غير أي حاجة، كل حاجة قدامكم كده. بس عايزة أحكي معكم مشكلة أختي لينا، واحنا كده إيه بنرص الحاجة وبنفرشها مع بعض كده. مشكلة أختي لينا بعتلي في تعليق من فترة، بتقول لي انقذيني يا أختي انقذيني، في التعليق بتقول لي ابني مدمرني ومدمر حياتي ومدمر حياة أبوه، كل ما يشوفنا يجري ورانا بالسكينة، يضربنا، يبهدلنا، يكسر عنا الباب، يعمل فينا عمايل، حاجات كتير قوي. أنا مش متخيلة يا جماعة اللي بيحصل ده، اللي بيحصل ده يا جماعة، وكلامها بتعيط، يعني كلامها دموعها بتنزل في الكلام وهي بتكتبه. ابني مدمر حياتي، لو عندك بيت في آخر الدنيا أجي أسكن عندك، لأن ابني مدمرنا ومهججني أنا وأبوه من البيت. يا ترى يا حبايب قلبي اللي بيحصل ده عيب مين؟ عيب التربية ولا عيب الولد ولا عيب مين؟ عيبنا إحنا. عيبنا إحنا. بصوا، عيبنا إحنا إن إحنا معرفناش نربي، معرفناش نكبر، ولا هو نزل كده من عند أمه كده، نزل اتولد كده، اتولد ان هو قليل الادب، واتولد ان هو ما يحافظش على الاب وعلى بر الوالدين وعلى الحاجات دي كلها. عايزين نعرف يعني ايه سبب ان ولد يهجج امه وابوه من البيت ويدمر حياتهم ويدمر حياة اهله؟ ده عيب ايه؟ بص يا حبايبي، زي ما بنقول ولا تقل لهما أفا، نزل في القرآن الكريم، ولا تقل لهما أفا ولا تنهرهما. قالوا في برضه في القرآن بقول بسم الله الرحمن الرحيم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا ازاي يا حبايبي؟ يعني نحافظ عليهم، يعني دول زينة الحياة الدنيا. يعني المال بتزيني بيه، والولد زينة حياتك، وردة عمرك، كل حاجة هو زينة زيه زي المال بالظبط. فالمفروض ان احنا خلفنا اولاد نحافظ عليهم، نحافظ عليهم ان احنا من الصغر نقول لهم انتي ده صح وده غلط، ما نسيبوش يعمل غلط ونتفرج عليه، ما نسيبوش يعمل غلط ويقول براحته خلاص معلش معلش هتعدي المرة دي، ما نسيبوش يسرق ونقول معلش هتعدي المرة دي، ما نسيبوش يسرق ونقول معلش هتعدي المرة دي، ما نسيبوش يعمل حاجات الغلط ونعديها كده بالسهل. لازم يا حبيبة قلبي انتي كان عليكي دور جامد قوي في تربية ابنك انتي وابوه، كان عليكي دور ان انتي تعلميه الصح من الغلط، الحلال والحرام، يعني ايه اب، يعني ايه ام، يعني ايه احترام، يعني ايه تقدر امك وابوك، تقدري امك وابوك وتخلي ابنك يقدرهم زي ما انت بتقدريهم، علشان احنا نتقدر في الاخر. احنا بنربي اولادنا يا حبايبي وبنحسن تربيتهم علشان احنا بنشيلهم في الاول، وبنعلمهم الصح والغلط من الحياة، من اول بداية حياتهم، ونكبرهم ونعلمهم الحب علشان يحبونا في الآخر، علشان يشيلونا. احنا بنشيلهم علشان يشيلونا. فانتي يا ريت كنت حسنت تربية اولادك، واي ام يا حبايبي ما تعديش لابنها، ما تقولش معلش ده صغير، لا، علميه الصح من الغلط، علميه قول له ده عيب، ده حرام، ده حلال، ده صح، ده غلط. اضربيه لما يعمل غلط يتضرب، بس مش تضربي وخلاص وعدى الموضوع، تضربي كده على دماغه وخلاص، لا، قول له انت عملت كذا، انا ضربتك علشان انت غلطت في كذا، انا ضربتك عشان انت عملت حاجة حرام، انا ضربتك عشان انت عملت كذا وكذا. يعني انت اولادك دول امانة في رقبتك، لازم
كل راع مسؤول عن رعيته. انت ربي اولادك صح يطلعوا صح، ازرعي شجرة صح تطلع صح، ازرعي في قلبك في قلب ابنك الطيبة، يحترم الكبير ويعطف على الصغير. انت مفروض عليكي، انت الغلط منك انت، الغلط ان انت معرفتيش تحسني تربيته من الصغر، معرفتيش تقولي له فين الصح وفين الغلط، معرفتيش تقولي له الكبير له احترامه والصغير اللي يحسن عليه، تحسن على الصغير. لكن بصي يا حبايبي، احنا لما بنربي اولادنا على الغلط، اول غلط ما بيضرنا احنا في الاخر. لما بتفوتي لابنك مرة واتنين وعشرة وعشرين وهو صغنن، خلاص كبر اتربى ان هو اللي في دماغه ينفذه، عاوز منك خلاص موضوع منتهي، هياخد منك مصروف الاولاد يا حبايبي. مصروف اولادكم بلاش المصروف يبقى اللي الطفل عايزه ياخده، لا، اللي انت عاوزه تديهوله هو اللي ياخده من صغره. انا النهارده معايا 5 جنيه مصروفك اهي، هو مصروفك ال5 جنيه خلاص موضوع منتهي، دي هتكفيك النهارده، هتصرف منها. انت مقدرة تدي 10 اكتر 20 اكتر، انت عندك كذا، خد يا بابا دي مصروفك مني النهارده، خلاص منتهي مصروفك. مش كل اللي هو عايزه ياخده، مش كل اللي في دماغه ينفذه عاوز ينفذه. يا حبايبي، او ربوا اولادكم من الصغر قبل الطفل ما يكبر ويتأسس على كده. الطفل لازم يتربى القناعة، القناعة ان هو ايه فيه خلاص، مفيش برضو خلاص. لكن انا معايا بديك، مش معايا خلاص. لكن انت مش كل اللي انت عايزه تاخده، مش كل اللي انت عايز اللي في دماغك تنفذه. تمام. يبقى احنا نربي اولادنا من صغرهم على العيب والغلط والصح والحلال والحرام، ونفهم اولادنا لانهم اولادنا دولت هم في الاخر على دماغنا ازاي. يعني ان انت هتربي ابنك حلو هيطلع ابنك حلو، هتربيه يحترم الكبير هيطلع يحترمك الاول قبل ما يحترم اي حد تاني. وان ابنك احترمك هيحترم الدنيا كلها، وان ابنك استحرم الحرام عمره ما هيمد ايده على الحرام. فانت علمي ابنك من الصغر كده. بص، شايفين ملك العسولة مامته بتقول له كده صح وكده، زي ما انا علمتها وهي صغيرة، صح فين والغلط فين. تقفي عند الغلط ما يطلعش من بقك، تقول الصح بس. هي كمان بتعلم ابنها، شايفين من صغره قام من النوم ما يقدرش يكسر فنجان، ما يقدرش يكسر حاجة، علمته لا يا بابا ده عيب، لا ده صح، لا ده غلط، علشان في الآخر ما نجيش ولادنا يبهدلونا، بدل ما يشيلونا ويريحونا يبهدلونا ويعذبونا زي ست أختي ما بتقول. ربنا يهديهولك يا حبيبة قلبي، ويهدينا ويهدي أولادنا. والكلام ده يا حبايبي لجميع أخواتنا. ربي ابنك من الصغر على القناعة ان انت مش حايشة عنه حاجة، بس بتديله وقت ما تكون موجودة، مش موجودة خلاص. لكن ما تمشيش اللي في دماغه، ما يمشيش اللي هو عاوز يعمل الغلط وما يتحاسبش عليه. لازم يتحاسب على الغلط ويعرف الغلط ويعرف الصح. تمام يا حبايبي يا حلوين، اشوفكم في فيديو جديد كده يا رب العالمين. وانا سعيده بوجودكم، ويا ريت كل واحد وكل اي حد شاف الفيديو بتاعنا يا ريت يشارك معنا الراي، وقول لنا ايه رايه في الطفل اللي في الولد اللي بيزعل اهله ويبهدل اهله، ورايكم ايه في الفيديو يا حبايب قلبي. اتمنى تنزلوا كده بوستات برايكم حبايب قلبي في التعليقات. ما تنسوش بقى في اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد من يوميات صفو كريم. حبايبي نورتوني حبايب قلبي. ايه مامي لا بابا لا ماما لا ماما قولي ماما قولي ماما باي قولي بابا باي. يلا يلا يا كوكو، يلا يا ماما، يلا خدي بقى.